أهلا بكم في قناتي تجربة إيمي. تجربتنا النهاردة في مطعم كرم الشام اللي موجود في وسط البلد. يلا نجرب مع بعض ونشوف رأينا فيه ونطلب الحاجات الترندي اللي كلنا سمعنا عنها. مبدئيا كده المكان معروف إنه مشهور جدا بالشاورما، شاورمة اللحمة وشاورمة الفراخ، وإن طعمهم متميز عنده ومن أشد الحاجات اللي بتطلب هناك. هنجرب مع بعض ونشوف رأينا في الشاورما اللحمة والشاورما الفراخ. وعايز أقول لكم إن أنا رايحة عشان أجرب الشمروخ بالتحديد. يلا نطلع فوق، في قاعدة موجودة في الدور التاني، هنقعد ونطلب الاوردر بتاعنا ونشوف الحاجة عاملة ازاي. وانا بختار الاوردر لفت نظري جدا ان عندهم عروض كتير، تختار منها العرض اللي انت عايزه وبالسعر اللي يناسبك. من ضمن العروض اللي كانت موجودة عندهم زي ما انتم شايفين قدامكم عرض الطبطبة وعرض الدربكة، كلها اسعار متفاوتة وكلها انواع مختلفة. انا بالنسبة لي كنت رايحة معايا محددة هختار ايه. كان بالنسبة لي عايزة اختار الشمروخ، عايزة اختار فتة الشاورما اللي هي قنبلة الكرم، الديناصور، محمد عيد عبد الحميد. كان في كام حاجة في دماغي كده كنت شايفاها وكان لافتة نظري وكان نفسي قوي اجربها. نطلع مع بعض الدور التاني ونشوف المطعم من فوق عامل ازاي. مبدئيا كانت مساحته واسعة وجميلة، المكان فوق القعدة فيه جميلة جدا، بس كانت مشكلته في الزحمة. ممكن تاخد الاوردر بتاعك تكوي تاكله في اي مكان بره، او تقعد فوق في المكان زي ما انتم شايفين كده. الفيو حلو قوي قوي، انت في وسط البلد شايف قدامك المكان بالكامل. ده كفرنج الحاجة كان حلو قوي، كان الكفر بتاعهم بجد كان جميل ولافت نظري. يلا نشوف مع بعض الاوردر اللي هينزل وهقول لكم انا اخترت ايه وايه اجمد حاجة فيهم. طلبنا اشهر حاجة معروف بيها المكان وهي الشاورما. طلبنا ميكس شاورما لحمه وشاورما فراخ، بينزل معاهم زي ما انتم شايفين كده بطاطس صوابع، وبينزل معاهم صوص التوميه الحامي والتوميه العاديه مع الكول سلو. طلبنا كمان الديناصور، ده عباره عن عيش كايزر وجواه فراخ مع الصوصات. وطلبنا الماريه، استاذ محمد راجل مشكور جدا جدا مدير المكان، كان راجل منتهى الذوق معانا. طلبنا كمان الفتة، طلبنا الماريه زي ما بقول لكم كده، اسمها اصلا محمد عيد عبد الحميد، ودي معموله بطريقه حلوه جدا بعيش مميز كده مشهورين هم بيه. وبرده بينزل معاهم البطاطس مع صوصات مع الكول سلو. منظر الطبق حلو جدا، الكميه مشبعه تكفي فرد وزياده كمان. الحاجه شكلها حلو وطعمها جميل، بس اكتر حاجه عجبتني بصراحه الماريه، ده كان بالنسبه لي الطبق مميز. دي الفته زي ما انتم شايفين برده كانت كميتها جميله وتناسب فرد وتزيد. ده الماريه، العيش حلو جدا والخلطه اللي جواه مميزه، وطعم الاكل بجد كان حلو وجميل. وعجبني برضو ان الاوردر ما طولش، جالنا بسرعه. عجبني اهتمام الناس اللي في الصاله بكل ترابيزه وناقصها ايه ومحتاجه ايه. بصراحه عجبتني جدا لفته اهتمامهم بالناس دي، من اجمل الحاجات. مع ان المكان زحمه لكن مركزين مع كل ترابيزه محتاجه ايه وناقصها ايه، بجد دي لفته حلوه جدا. طبعا زي ما انتم شايفين انا باكل شمروخ، ده الشمروخ الفراخ اللي انا طلبته، برضه عباره عن عيش معمول كده بحاجه كريسبي معينه كده في تتبيله مع الصوصات، طعمه جميل. دقت برضه الماريه عجبتني قوي، عجبني العيش زي ما بقول لكم مع الصوصات مع الفراخ اللي جوه مع الصوص اللي محطوط جوه الساندوتش، كان طعمه حلو جدا. الشمروخ برضه كان جميل، عجبني برضه ان الشيدر فيه كان كتير، وانا بحب اي حاجه بالجبن بحبها بصراحه وبتعجبني. وسالت استاذ محمد مدير الفرع عن مكونات الساندوتش عن ايه، حبيت اعرف تفاصيل الساندوتشات من جوه وكل حاجه. الشاورما دي عباره عن قنبله كرم الشام، بيبقى عباره عن نصها شاورما فراخ ونص التاني عباره عن كريسبي متقطع قطع عليه صوص الريزو، هي اسمها قنبله كرم الشام. تمام. دي بقى شكلها عاجبني، خدت العيش مختلف فيها شويه. العيش ده عباره عن عيش ماريه، بيبقى العيش مدور. تمام. عيش الماريه ده بيتقطع 4/4. جواه ايه بقى حضرتك؟ جواه شاورما فراخ وكريسبي و موتزاريلا. العيش حلو قوي، طعمه حلو قوي. لا الوجبه عندنا مشهوره جدا، دي اعلى يعني حاجه جميله جدا عندي، ميكس جميل جدا عباره عن شاورما فراخ مع الكريسبي مع الموتزاريلا. دي اسمها وجبه محمد عيد. العربي سندوتش العيش السوري العيش السوري بتاعنا العادي، بس التقديم متقطع بشكل مختلف، متقطع 6 قطع، ساندوتش 6 قطع فيه وجبه دبل. ده توميه حاره ودي توميه عاديه، ده كول سلو بيبقى فيه مخلل برضه هنا حضرتك موجود مخلل معانا. تمام. ده شكل الطبق بينزل معاه كده توميه عاديه، توميه حاره، كول سلو، مخلل. ده جرنشه دي معموله في جميع الاطباق. كل الشكر للاستاذ محمد الطراس مدير فرع كرم الشام، بجد وضح لنا تفاصيل كل الاوردر اللي طلبناه وكل حاجه مكونه من ايه. وبصراحه لما وصف لي بالاكل من جوه انا حبيت الاوردر اكتر، انا حسيت ان بجد كل حاجه مخدومه، كل ساندوتش مخدوم، الفته مخدومه يعني. ده غير بقى انك انت في ميكس جديد لما بتلاقي عيش معمول بطريقه معينه مع الشاورما مع الصوصات، تدي لك طعم في الاخر حلو قوي بجد.
بصراحة الأكل عجبني جدًا، جدًا، وعجبني إن الطبق مُشبع يكفّي فرد وزيادة، طبعًا ده بالنسبة لي كان حاجة كويسة أوي، أوي. تجربتي كانت ناجحة جدًا وعجبني المكان وعجبني التقديم وعجبتني طريقة التحضير، بجد الحاجة منتهى الجمال. اللي ما جربش كرم الشام فايته كتير، واللي ما اشتركش في قناة تجربة إيمي فايته أكتر. ما تنساش اللايك والشير، ومع تجربة جديدة على قناة تجربة إيمي.